السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بقى اقول لكم على كل الاسرار وكل التكات والحركات ازاي الكيكه تطلع معاكي مرتفعه جدا كده وهشه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وتعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي مع بعض. بس عايزه اقول لكم الكيكه بجد يا جماعه ريحتها كانت فظيعه، وطبعا الكيكه كانت لسه سخنه جدا، ولان انا استعجلت عليها والمفروض طبعا بسيبها انها تهدى تماما تماما تبرد خالص علشان ما تفرولش معاك. تمام، يعني انا استعجلت عشان خاطر اخلص لكم الفيديو بسرعه والحق انزله لكم. تمام، تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. بس اللي اول مره يشوف القناه يا ريت يشترك فيها ويفعل الجرس علشان يوصل له كل الوصفات اللي هنزلها. وما تنسوش طبعا تعملوا لايك للفيديو لان الفيديو يعجبكم جدا جدا. تعالوا بقى نشوف الوصفه والطريقه ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وتعالي بقى هنعمل ايه. اول حاجه بجيب معايا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده 4 وحدات من اليوسفي. ايوه، 4 وحدات من اليوسفي، وهو اللي بيديني اللون القمر اللي انتوا شفتوه للكيكه بتاعتي والريحه بقى، ومش قادره اقول لكم والطعم كان خيال. ببدا ان انا اتخلص من بغسله الاول تحت الحنفيه، وبعدين بتخلص من بقشره، وببدأ ان انا زي ما انتم شايفين كده بالسكينة اطلع كل البذور اللي موجودة علشان لو سبتيها هتمرر معاك الكيكة. تمام، طبعا هنا كنت خلاص بطلع بقى البذور بتاعته، وهاخد بس واحدة من قشرة اليوستفندي ده او اليوسفي. باخد قشرة واحدة بس من واحدة فيهم، وببدأ تحت الحنفية وابدأ اكحت اللي هو الحاجات البيضاء اللي في القشرة من جوه، علشان برضو اتخلص من كل ايه الحاجة اللي هي ممكن تمرر لي الكيكة بتاعتي. تمام تمام. بعد كده بقى بجيب الخلاط بتاعي، ببدأ نحط اليوسفي اللي احنا عملناه ده في الخلاط من غير مية ولا اي حاجة خالص، وابدأ ان انا اضربهم في الخلاط بتاعي. لا اكني هعمل عصير عادي يا جماعة بس بدون نقطة مية، هو هيضرب معاك ما تقلقيش لان هو اصلا مية. ماشي. وبعد ما بتضربيه بقى في الخلاط هتبداي تصفيه بمصفى، لازم تصفيه بمصفى. تمام، شايفين انا هنا كنت بشاور لكم على القشر ان انا بكحتها كده عشان اطلع الحاجه البيضه اللي موجود جوه. بعد ما ضربته بقى في الخلاط كويس جدا وبدات ان انا صفيته. تمام، هبدا ان انا اجيب بقى بيضتين. يا جماعه والله الكيكايه اللي انا عملتها دي كانت ببيضتين 2 بس، وكانت طالعه معايا بالقمر اللي انتوا شايفينه ده. تمام، ضربته طبعا في الخلاط وصفيته بالمصفى كده، وهبدأ بقى احط بيضتين في الخلاط بتاعي، وهحط عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا، وكمان هحط معلقة صغيرة الفانيليا طبعا اللي هي السايلة. لو متوفرة عندك، مش متوفرة هتحطي كيسين من الفانيليا البودر، وهحط معلقة صغيرة من الخل، وهحط عليهم 1.5 كوباية من السكر. السكر هنا مظبوط جدا يا جماعة. ولو زودت السكر لو حسيت ان وش الكيكة بتاعتك، او لما انت في كيكة بتلزق كده الوش بتاعها بيلزق، ده بيبقى زيادة سكر. تمام، فهنا المعيار كان مظبوط 1.5 كوباية من السكر. هبدأ اخدهم بقى الخليط كده دول، بس ببدأ ان انا احطهم في الخلاط واضربهم لحد ما الخليط بتاعي السكر ده يدوب تماما. وكمان اللهم صل على النبي، الخليط بتاعي لونه يفتح يبقى ابيض كده. كل ما بتضربيه في الخلاط يا جماعه بيديكي بتدخلي له هواء وبيخلي لك الكيكه بتاعتك هشه جدا جدا. تمام، يا رب تكون لحد هنا الرساله واضحه، المعلومات واضحه. تمام، اهم خطوه يا جماعه زي ما بقولك افضلي اضربي فيه لحد ما يبقى فاتح الخليط معاكي كويس جدا. بعد كده هجيب بقى كوبايه من عصير اليوسفي اللي احنا عملناه ومصفيينه اهم حاجه. هبدا ان انا هضيفها على الخليط ده، وهبدا شايفين لونه فاتح ازاي، وهبدا ان انا هضيفها عليها، وبعدين هرجعها على الخلاط تاني هضربها برضو شوية. يعني كل ما بتضيفي حاجة بتضربيها شوية علشان توسعي او تدخلي هواء للخليط بتاعك. تمام، انا هنا حطيت كوباية العصير وهبدأ اضربها زي ما قلت لكم، وبعدين هحط معاها 1.25 كوباية من الزيت. تمام، زيت طبعا يكون نضيف يا جماعه، 1.25 كوباية بس انا ما بستخدمش سمنه. عايزه تستخدمي خليط من نص كده ونص كده براحتك خالص، بس الزيت بصراحه هو اللي بيديني هشاشه للكيكه بتاعتي. تمام، وحطيت كمان هنا ذره من الملح،
وهضرب بقى كل الحاجات دي كده مع بعض. وبعدين بقى هجيب طبق حطيت فيه كوبايتين من الدقيق، والدقيق يا جماعه لازم يكون منخول، يعني لازم تنخليه كده بالمصفى حوالي مرتين 3. ليه الخطوه دي؟ علشان خاطر برضو بدخل هوا للكيكه بتاعتي وتبقى هشه معايا. تمام. حطيت طبعا اللي بيخلي الكيكه يا جماعه طريه معايا وتفضل معاكي لو اسبوع بالظبط بالظبط، بتبقى طريه وما بتنشفش. وهما معلقتين بجد سحريين يا جماعه، اللي هو النشا او الكورن فلاور او المايونيزا زي ما بيتقال بره. تمام. وحطيت طبعا اللي هو الكيس بتاع الكيك شيف ده انا استخدمته كله. تمام. لو هتستخدمي بيكنج باودر حطي معلقه كبيره، بس بصراحه الكيك شيف ده جميل وفيه محسن طبعا. وقلبي بقى الخليط كده مع بعضه، وبعدين انزلي بالخليط وقلبي خطوه برضو تاني، تقلبي الخليط بتاعك في اتجاه واحد، يعني ما تجيبيش شمال ويمين وتقعدي تقلبي شمال ويمين، غلط. تمام. علشان وبالراحه وانت بتقلبي علشان خاطر ما تخرجيش الهواء اللي انت دخلتيه للكيكه او الخليط بتاعك. شايفين العجينه يا جماعه مش سايله قوي ومش تقيله قوي علشان ما تبقاش مكتومه. طب لو حسيت ان الخليط بتاعك تقيل هتعملي ايه؟ هزود شويه عصير او شويه لبن، اللي انت الخليط قال على اساس اللي انت بتعملي بيه. لو بتعملي باللبن هتزودي شويه لبن، لو بتعملي بالعصير هتزودي شويه عصير لحد ما القوام يظبط معاك. طيب لو حسيت ان هو خفيف هبدأ اضيف معلقتين دقيق بمعلقتين على حسب ما تاخد وتظبط برضو معاك، ما تقلقيش خالص. تمام. هبدأ بقى اجيب الصينية بتاعتي وطبعا تدهنها كده دهنة زيت. طبعا الصينية دي ما بتلزقش فما دهنتهاش زيت، بس الصينية لو عندك بتلزق ولا حاجة تدهنيها كده شوية زيت وتبدأي تفضي الخليط بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه. وبعدين او قبل ما تدخلها الفرن لازم الفرن يا جماعه يكون سخن. تمام. بس مش سخن لدرجه ان هو سخن جامد جدا، لا، يكون سخن كده شويه. يعني بتعمليها بتسخني الفرن قبلها كده ب5 دقايق. اول ما بتبداي تحضري الكيكه بتاعتك سخنيها. تمام. خبطتها خبطتين كده عشان بالراحه، علشان خاطر لو فيها اي فراغات بتطلع او اي هوا بتطلع. تمام. خطوه مهمه كمان هقول لكم عليها. طبعا هنا كانت ما شاء الله بقى طلعت معانا، شايفين بجد يا جماعه لونها وريحتها بقى قلبت الشقه. يعني بصوا يعني مش قادره اقول لكم. هقول لكم بقى على حاجه حطيتها طبعا في الفرن. اهم حاجه يا جماعه اوعي تروحي تشمي ريحتها كده ولا حاجه قبل نص ساعه وتروحي فاتحه عليها، هتبصي تلقاها هبطت معاك. يعني لو انتي فتحت عليها قبل نص ساعة وكانت عالية معاك في الفرن هتبصي تلقاها هبطت معاك ومش هتبقى مرتفعة. الحاجة التانية يا جماعة ان هي بعد نص ساعة تروحي مختبراها بخلة او العصاية بتاع الشيش طاووق، ولو طلعت نضيفة خلاص تطفي عليها الفرن. لو ما طلعتش نضيفة وطلع فيها عجين سيبها كده بس 5 دقايق وهتبصي تلقاها كملت سواها عادي خالص. تمام. بعد كده ما تطلعوش، اول ما تلاقيها بقى استوت معاك اطفي الفرن. اوعي تطلعيها من الفرن مباشره، بالذات بالذات في الجو الساقع اللي احنا فيه ده. تفتحي الفرن تسيبيه بس كده موارب شويه، تسيبيها بس حوالي 5 دقايق 10 دقايق تهدى خالص من الفرن، لان انت لو طلعتيها من سخن على بارد هتبصي تلاقيها هبطت معاك وما خدتيش اي نتيجه ترضيك خالص. تمام. دي خطوه مهمه جدا ودي من عوامل الكيكه اللي هي بتخليها تهبط. تمام. وكمان الخليط بتاعك اوعي يكون الخليط مثلا قليل، او المقدار اللي احنا عاملينه ده بمعنى صح المقدار ده تروحي واخداه في صينيه مثلا مقاس 30، لا غلط طبعا. المقدار هيبقى قليل جدا في الصينيه ومش هتديكي النتيجه اللي انتوا شفتوها دي. وطبعا اهم حاجه الصينيه تكون على قد المقدار، يعني مثلا الصينيه دي اللهم صل على النبي، المقدار اللي احنا عاملينه ده انا طبعا كنت مزوده شويه لان الصينيه دي عندي كبيره، بس المقدار اللي انا بقولك عليه تحطيه في صينيه مقاس 22 24 هتبقى معاكي كويسه جدا وهتطلع معاكي مرتفعه. انا هنا الصينيه بتاعتي كانت تقريبا 28 او 26، فكنت مزوده الخليط بتاعي شويه، يعني زودت من كوبايتين دقيق ل3 كوبايات دقيق، وحطيت كوبايتين الا ربع من العصير بتاعي. تمام. للصينيه 28.
نفس هو المقدار وكل حاجه، ومعلقتين النشا هي برضو، والبيضتين هم ما غيرتش الا زودت الدقيق والعصير بس فقط لا غير. تمام. يا رب تكون واضحه وتكون المعلومه وصلت لكم. شايفين قد ايه مرتفعه، قد ايه بسم الله ما شاء الله هشه جدا. بس طبعا انتوا شايفين قد ايه البخار طالع منها، لان هي كانت لسه سخنه جدا وانا استعجلت عليها. وطبعا اوعي تعملي زي كده لان هتفرول معاك عشان هي لسه سخنه. يا رب يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش بقى اللايك، ويا ريت تكتبوا لي في التعليقات.